أهلا بيكم في فيديو جديد في قناة هبة نيوز. النهاردة هنتكلم عن خناقة من نوع جديد وشكل جديد بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ولكنها خناقة علت الليفل شوية المرة دي لأنها دخلت في شتايم ما بين الاتنين. الخناقة كانت من نوع جديد لأن طلعوا الاتنين بدأوا يشتموا بعض جهرة، لدرجة إن المخرج مجدي الهواري كتب: عيب، عيب يا جماعة عليكم، انتوا كده هتفرجوا الخلق عليكم. ضربات ساخرة ومتبادلة بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز. يا ترى ايه الحوار اللي داير بينهم اليومين اللي فاتوا؟ وايه موضوع انهم بيردوا على بعض على الفيسبوك؟ الحقيقة ان دي مش أول مرة. الجمهور متعود ان ياسمين والعوضي من ساعة انفصالهم وهم بيردوا على بعض في منشورات على الفيسبوك، والسبب المرة دي كان مسلسلات رمضان. يا ترى ايه القصة؟ والحكاية بدأت لما العوضي أعلن على الفيس عن تصدر مسلسله فهد البطل الأعلى مشاهدة رمضان 25، علشان يتباهى إن مسلسله الأعلى مشاهدة على المنصات والشارع المصري، وقال فيه الحمد لله بفارق كبير جدا عن أقرب منافسيه بفضل ربي ودعم إخواتي. ومن ضمن المسلسلات المنافسة ليه كان مسلسل وتقابل حبيب لياسمين عبد العزيز. وياسمين ما سكتتش كعادتها وأثارت ضجة كبيرة بعد تعليقها على منشور الفنان أحمد العوضي، فنشرت فيديو ساخر من فيلم وإسلاماه لما ظهر فيه الطفل وهو بيعيط على الحصان بتاعه، وكتبت على المشهد تعليق ساخر وقالت: أبويا أبويا الحصان يا أبويا، أنا رقم واحد يا أبويا. حاضر يا حبيبي ما تزعلش. وتعليق ياسمين عمل حالة من الجدل بين الجمهور، منهم اللي كان مؤيد ليها ومنهم اللي عارضها، لكن ياسمين ما فرقش معاها وراحت نزلت الفيديو في ستوري على فيسبوك وانستجرام علشان تأكد سخريتها من الكلام اللي بيتقال ان مسلسل فهد البطل رقم واحد. كمان ياسمين من فترة لمحت في منشور ليها انه بيحصل تلاعب في المشاهدات والترند على المسلسلات اللي بتتعرض، ونشرت صورة بوستر لمسلسلها وكتبت عليه: الحمد لله تصويت الجمهور حقيقي. واحمد العوضي كمان ما سكتش بعد كل اللي ياسمين عملته، فنشر هو كمان تقرير من مؤشر جوجل علشان يأكد ان مسلسله هو الاكثر مشاهدة في مصر والوطن العربي.